السلام عليكم. أنا اسمي أسماء الحارثي. أنا ولدت في طنجة في المغرب، وهذه فترة أكثر من 16 عام أنا مقيمة هنا بكتالونيا بمدينة برشلونة. L'Asma Harti, assessora, forma i ajuda la seva comunitat a integrar-se a Vilafranca del Penedès. Ho fa des de l'associació La Llum del Nord i l'Associació per a la Ciutadania i Cooperació entre Pobles. També ha treballat per l'Ajuntament fent de mediadora i donant suport als immigrants. Per què s'ha de participar en el procés d'independència? أظن أن جميع الساكنة المقيمة هنا في كتالونيا، سواء كانت من الساكنة المحلية أو من أصول مهاجرة قد استقرت هنا في كتالونيا، يعني أنها لها الحق وعليها واجب المشاركة، لأن بالنسبة لجميع الساكنة هم مواطنين بغض النظر عن أصولهم المهاجرة، وهذا ما يفرض عليهم الواجب المشاركة والدخول في يعني العملية السياسية. Aniràs a votar؟ أظن أن المشاركة في المسار السياسي هي مشاركة أكثر أهمية. لماذا؟ لأن هناك هدف، وهدف نبيل جدا، هو أن الإنسان عندما يطلب منه رأيه يمكن أن يعبر عن طريق مجموعة من القنوات. لكن عندما يتعلق الأمر بالمسار السياسي هنا الأمر يختلف، لأن قانون الاستفتاء أو طلب رأي المواطن حول مسألة سياسية هو ذا أهمية قصوى، بغض النظر عن أنه أن يكون يعني هو يساند الاستقلال أو لا ضد الاستقلال. المسألة هي تتعلق أكثر بعنصر المشاركة، لأنه لا يمكن الإنسان أن يشارك أو أن يعطي رأيه أو يكون له دور كمواطن إذا لم يقم بهذه العملية وهو يرقى إلى مستوى الواجب، يعني أن الإنسان له واحد الالتزام مع المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا الالتزام وهذا الواجب يؤدي به إلى المشاركة في المسار السياسي. Com vols que sigui el nou estat? أنا أظن أن كتالونيا هي أرض تولدت عليها العديد من الحضارات، ولديها مقومات وإمكانيات وبشرية ومادية، يعني أنها لديها مجموعة من المقومات ومجموعة من المعطيات التي يمكن لها أن تحقق بها يعني المزيد والأحسن بدون اللجوء إلى فكرة يعني الانفصال أو الاستقلال. وفي حالة في نهاية هذا المسار السياسي إذا كان يعني النتيجة هو أن الوصول إلى مرحلة أو إلى حقيقة الانفصال عن التراب الإسباني، هي أنها عليها العديد إعادة النظر في العديد من البنيات ومن القوانين واحترام التنوع الثقافي والحضاري الموجود بكتالونيا، وإقامة أسس جديدة للديمقراطية أو أسس يعني تحسين مستوى الأسس الديمقراطية، لكي يكون جميع الشرائح الاجتماعية وجميع الثقافات التي تتعايش في كتالونيا ممثلة وتعيش في تعايش وفي نظم